يعني ايه؟ يعني الموقع الجغرافي هنا موقع متوسط. معلش انا باخد النقطة 2 مع النقطة 4 لان هما شبه بعض. ازاي؟ لما تيجي تبص مثلا على موقع مصر، تلاقي مصر في شرقها حضارات وفي غربها حضارات، يبقى موقعها موقع ايه؟ متوسط. يبقى اللي هيتاجر من الشرق للغرب او اللي هيعمل تبادل ثقافي من الغرب للشرق، هتحس ان هم لازم يعدوا على مين؟ على مصر. يبقى ده معناه ان في ايه؟ ده معناه ان في تبادل ما بينهم او تواصل ما بينهم بسبب الموقع ليه؟ الجغرافي. طب ينفع ان احنا نتواصل وفي حاجه بتفصل ما بيننا؟ طبعا مش هينفع. امال ايه اللي عندنا هنا؟ قال لك عدم وجود حواجز او موانع طبيعيه. مفيش حاجه بتفصل ما بين الحضارات يا جماعه. ما هو لو في حاجه بتفصل فبالتالي التواصل بين الشعوب مش هيحصل. يبقى دي من العوامل الطبيعيه اللي بتساعد على قيام الحضاره. طب حاجه كمان، هي الحضاره عباره عن ايه؟ عباره عن كل الحاجات اللي الانسان القديم سابها لنا. مش الانسان القديم ساب لنا اهرامات وساب لنا معابد؟ ايوه. طب بناها ازاي؟ بناها باستخدام الثروات المعدنيه. تقول لي مش المعدنية دي معناها المعادن؟ أقول لك لأ، المعدنية معناها الصخور والمعادن. تقول لي إزاي يا مستر؟ أقول لك يا حبيبي، من الصخور عبارة عن مجموعة أصلا من المعادن. يبقى لما يقول لك ثروة معدنية مش معناها معادن بس، لأ، ثروة معدنية بتعني صخور وإيه؟ ومعادن. عظيم جدا. بالإضافة كمان لوجود النباتات والحيوانات، فده أدى إلى إن الإنسان استثمرها. كلمة فرصة الاستثمار تعود على إن الإنسان اللي هيعمل الكلام ده. يبقى وجود معادن أو موارد الإنسان قادر على استثمارها ويتكيف مع البيئة بتاعته، ويبدأ يجتهد عشان يبني الحضارة الإنسانية اللي أنا بكلمك عنها دي. دول 6 عناصر يقوموا أي حضارة. طيب 5 منهم طبيعي، واحد منهم بشري. دي عوامل قيام الإيه؟ الحضارات كلها. لكن أنا دلوقتي عايز أدرس عوامل قيام الحضارة المصرية نفسها. فتعالى نستلم بقى حضارتنا الجميلة. هو المفروض كان كام عامل هناك؟ 6 صح؟ بص كده، ال5 دول الطبيعي، وادي العامل البشري. هم نفس ال6 تقريبا. احنا مش هنقول حاجة جديدة خالص خالص. ازاي بقى؟ تعال، احنا مش كنا قلنا هناك نهر النيل؟ ايوه. وقلنا نهر النيل ده ادى الى الوحدة والتماسك. يعني قلنا ان نهر النيل يا جماعة عن طريق المية اللي هيجيبها هيخلي الناس متحدين ومتماسكين مع بعض. وهنعرف ازاي دلوقتي.